البداية من مدينة طنطان التي كانت على موعد يوم أمس مع الحفل الرسمي لموسم المدينة الذي تميز بحضور وفد وزاري هام وعدد من كبار الشخصيات وضيوف المهرجان الأجانب يتقدمهم رئيس نادي المستكشفين العالميين ألا نيكولز. التظاهرات تميزت بعروض فنية وتراثية تجسد التنوع الثقافي للمناطق الجنوبية للمملكة، كما تميزت بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات التي ميزت هذا الموسم. من طنطان روبورتاج مبعوثي الأولى عبد المجيد حلاوي، العربي النهيري وفؤاد الحرش. تحولت طنطان إلى عاصمة للاستكشاف العالمي، حيث تحظى بزيارة النادي الشهير للمستكشفين الأمريكيين. هذا النادي هو أول من صعد القمر وأول من بلغ القطب الشمالي والقطب الجنوبي وقمة إيفرست. له مستكشفون في 60 دولة يبحثون في البر والبحر والجو والفضاء، ويساهمون في تقدم الإنسانية بأبحاثهم العلمية. أول ما وجدوه تراثا رفيعا وخيمة من الطراز الرفيع تفننت في صنعها يد الصانع التقليدي المغربي. إلى جانب المستكشفين الأمريكيين والوفد الوزاري المغربي الهام، حضرت ثلة من رجالات ونساء صنع القرار في عوالم الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد. هذا المهرجان الفريد من نوعه هو مهم بالنسبة للمغرب ولنادي المستكشفين، لأن الاستكشاف لا يقتصر فقط على الغرب. الاستكشاف كما فعل ابن بطوطة كان من هنا. المغرب هو مركز للاستكشاف، ونحن نعمل مع الحكومة المغربية حتى نجعل من الاستكشاف مركزا في كل العالم وليس في الغرب فقط. إنها ليست زيارتي الأولى فقط لطنطان، بل هي أول زيارة لي جنوب المغرب، وأنا مسرور بذلك، حيث أجد تنظيما رائعا، وهو ما يؤشر على أهمية هذه الثقافة ومكانتها في التنوع الذي يتمتع به المغرب. إحدى الهيئات الأمريكية جعلت من موسم طنطان تاريخا مسجلا من ضمن أحداثها البارزة، كما سجلته شخصيات أخرى ترددت سنوات على الموسم. موسم طنطان الثقافي منذ تأسيسه في بداية القرن الماضي، تجمعا للقبائل الصحراوية المغربية للتعارف والتسامح والتبادل. ومن خلال هذه المحطة للالتقاء كانت في نفس الوقت إمكانية للتجارة وإلى الجانب الثقافي والفني، كلها مرتبطة بالطقوس الثقافية للثقافة الحسانية. أحمد النعماني كان مكرما كراع لأحسن قطيع من الإبل، ونال بذلك هدية عبارة عن ناقة وجمل. طنطان ومن خلالها أقاليمنا الجنوبية ثروة تراثية نفيسة، موسمها سفر حالم في دنيا الأصالة والإبداع، هو تجسيد لمملكة ضارب تاريخها في العراقة. وعلى وادي شبيكة الذي يتمتع بسحر المكان، كان ضيوف طنطان على موعد مع أول لقاء بالموروث الثقافي الشعب المغربي، وخاصة منه ما يرتبط بالأقاليم الجنوبية. اللوحات الفنية قدمت في طراز بديع أشرف عليه فنانون متخصصون.